في الصين ولاو بزاف ديال الشباب كيرجعوا الدواء ديالهم وكيولي سفراء منتجات محليه وكيعاونوا الفلاحه يبيعوا السلعه ديالهم مدن مختلفه في الصين كامله عبر اللايف ستريمينغ. مثلا كان واحد السيد سميتو كون زاد في الدواء القروي وخدام مضاف في المدينه، من بعد رجع بلادهم بداو كيسولوا حياته في الدواء. واحد فيديو ديالهم اللي لبس فيها صباط ديال العيالات كبالي دا درجه كبيره وانتشر بزاف، من بعد ولا دائما كيلبسوه باش يجذب الانتباه، ولكن صغر هاد الشهرة باش يعاون الفلاحة. أقرب حوايج اللي كيبيع كان ديال شيوخ كبار في الصين، فواكه العسل المنتجات المحلية وأخرى. كان حتى بنت سميتها لي من طوال قراوي بها عنده إعاقة عقلية، مها ما قدرش تعتني براسها، خرجت من قراية وهي عندها 15 عام ومشات تخدم في المدينة، ومن بعد قرار رجع بلادها باش تعتني والديها. في الأول كانت كيدفع قروصة وتباع فيها منتجات في الدواوى اللي حضرنا، ومعظم زبناء كانوا شي شيوخ، وبربح قليل بزاف من بعد استعملت لايف ستريمينغ بدا كيتباع منتجات قرويه على الصعيد الوطني، وبالفلوس اللي ربحت حتى دا شي شيوخ شي رحلات. بزاف ديال الدواوى في الصين حتى مسؤول محلي كيساعدوا في بيع منتجات فلاحيه موسميه في اللايف ستريمينغ، حتى الا طلب منهم مشاهدين كيلبسوا شي شخصيه باش يديروا طلب كيديروها في لايفات كروين، كيعطوا السلعه ديالهم كيعنوا الثمن والناس كيشريو مباشره. وطبعا باش حد نظام نجح الصوره يكون فيها انترنت مزيان وسريع ووسائل نقل موثوقه وسريعه. شنو رايك في هذا الموضوع؟